لك في استمرار لهذه التغطية. تفضلي. شكرا لك خولة، وهذه التغطية التي قدمتها لنا طبعا حول الصحافة وما تناولته وما كتبته لهذه الاستعدادات التي تقوم بها الرياض طبعا في المملكة العربية السعودية لخليج 22، وهي المرة الرابعة الذي يقام على أرضها. إذا مشاهدينا نعود وإياكم لاستكمال برنامج هنا الرياض الممتد طبعا لهذا المساء. في البداية أرحب بضيفنا هنا في هذه الجزئية الخاصة طبعا التي سنتحدث عنها، فواز الشريف رئيس تحرير جريدة الرياض السعودية. أهلا بك فواز. أهلا وسهلا ابتسام، أنا سعيد بوجودي معكم. وإحنا أيضا يعني بدوري أن أرحب بحضرتك وتواجدك معنا. إحنا كنا في الصحافة وأنت ما شاء الله لك باع في مجال الصحافة، فحياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. نعم. إذا أعود وإياكم مشاهدينا لخولة في طبعا استديوهاتنا في الدوحة، وسنستكمل وإياكم بعد العودة. شكرا لك. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نطل عليكم طبعا من هنا الرياض، استديوهاتنا المعده لتغطيه هذه البطوله خليجي 22. قبل الفاصل رحبت بك فواز طبعا لو نحب نتكلم عن التنظيم بشكل عام. طبعا الرياض تحديدا تذهبت وتجهزت مثل العروس لاستقبال كل هذه الوفود المشاركة، سواء كانوا متابعين رياضيين أو لاعبين أو مدربين. كل هذه التنظيمات الكبيرة الضخمة اللي تقوم فيها الرياض، كيف تابعتها أنت؟ الحقيقة أولا سعداء بهذا المحفل الرياضي الخليجي، وإحنا كإعلاميين سعوديين ومعايشين ومعاصرين لكثير من الاستضافات السعودية، أعتقد أنه الرياض القلب النابض للوطن العربي الكبير. هي فخورة اليوم باستقبال شباب الخليج، بأبناء الخليج، بالمنتخبات الخليجية. اللمسة الكروية الرياضية في كرة القدم بدأت تشعر بقيمتها ومكانتها من خلال الأشهر القليلة الماضية، حينما افتتح مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ملعب الجوهرة، وأعلن فيما بعد عن إنشاء 11 استاد رياضي في المملكة العربية السعودية، وتوفير كافة الوسائل والسبل لأبناء الجيل في تقديم رسالتهم، سواء كانت الرياضية أو من خلال منابر العلم والتعليم اللي تزخر فيها مدينة الرياض ومدن المملكة. الميزة الجميلة في كأس الخليج هو تمازج بي إن سبورت وهذا الثقل الإعلامي الكبير كمدرسة إعلامية في وجودها ودعمها لنقل صورة جميلة عن الحدث في المملكة العربية السعودية. وهذا أيضا دليل على أنه توافق الأفكار الإعلامية، توافق الأفكار النموذجية في تقديم عمل إعلامي، سواء من خلال بين سبورت أو من خلال القائمين في دورة كأس الخليج. أنا أعتقد كل هذه المنظومة تصب في مصلحة تقديم مونديال خليجي بالصوت والصورة والشكل الجميل الذي تستحقه الكرة الخليجية. الرياض قادرة على كثير من الاستضافات، قدمت كثير من الاستضافات، وقادرة على تقديم استضافة جميلة ومميزة وأيضا مبسطة، لأنه صحيح. احنا نمثل تراث واحد، نعم. ثقافة واحدة، ولذلك ما يقدم مثلا في البحرين كثير منه أو جزء كبير منه هو ما يقدم في الرياض، وبالتالي ما يقدم في الدوحة أو في مناطق الخليج. وبالتالي هذا التراث وهذا الثقافة الخليجية الموحدة دائما في بلدان الاستضافة تحاول دائما بلدان الاستضافة أن تقدم هذا التراث وهذا لتظهره للعالم. الآن احنا نظهر تراث خليجي موحد، خطوطه العريضة وصوته الأكبر، أنه شباب الخليج في الرياض يشعرون بأنهم في هذا الوطن، وهذا الحب وهذا النبض الدائم للخليج العربي دليل على أنه
انه احنا نمثل وحده واحده. ودائما تعلمنا احنا خلال مراحلنا الاعلاميه الرياضيه، سواء من خلال الرئاسه العامه لرعايه الشباب وارتباطنا الدائم فيها، ووزاره الاعلام وارتباطنا الدائم فيها، ايضا توجيهات الابويه الدائمه من الحكومه الرشيده على انه احنا يعني نمثل ذات الرساله اللي مثلها خادم الحرمين الشريفين، الرساله الانسانيه. وهذا التلاحم الجميل الرياضي اللي احنا قاعدين نعيش اجواءها من هذه اللحظه. لسه على البطوله يعني يفصلنا يومين تقريبا ولكن من الان واحنا حاسين بهذه الاجواء الرياضيه الجميله. اكيد الحديث سوف يطول مع حضرتك وذا شجون جميل، وسوف نتحدث اكيد مشاهدينا الكرام عن المنتخب اليمني. كونوا معنا. هذه الحضارة الجميلة القديمة واللي إلى الآن محافظة على عاداتها وتقاليدها. مشاهدين احنا في كل يوم راح نتناول دولة وراح نتناول منتخب من المنتخبات الرياضية اللي مشاركة في هذه البطولة. مجرد ما يقولوا يمن أتذكر ريحة البخور وبالتحديد اللبان. تفاصيل اليمن تفاصيل جميلة. وبالمناسبة أنا كنت موجود في خليج 20 في اليمن، ومن عبر بوابة اليمن. الحقيقة اليمن كدولة طبعا دولة عريقة وتاريخ وامتداد بالنسبة للعرب يعني وجذور. وأيضا اليمن تمتاز زي ما قلنا التفاصيل الدقيقة والثقافات البسيطة. منحت الخليج العربي بشكل عام كثير من الأناشيد والقصائد والغناء. أبرز فنانين الخليج العربي كانوا من الأصول اليمنية أو من اليمن. نعم. كثير من الدندنات اليمنية مرت على الثقافات الخليجية بشكل عام من العراق. أثرت أخذنا منها اللحن وأخذنا منها الكلمات. نعم. حتى الرقصات الشعبية صارت يعني مدمجة. لو تلاحظ رقصاتنا الشعبية الخليجية فيها لمسة يمنية. الجزيرة العربية اللي هي أساسا طبعا اليمن، وفيها النغمة اليمنية الجميلة. صحيح. والدان الجميل. بالنسبة لنا اليمن تمر من خلالنا، وبالنسبة لنا اليمن جزء لا يتجزأ من الخليج وإضافتها للخليج العربي من خلال البطولات الكروية. أيضا كان إضافة جميلة لأبناء اليمن. المنتخب اليمني يتطور مرحلة بعد مرحلة. المنتخب اليمني يدخل منافسات كل بطولة جديدة، يمر على نفس السياق المنتخبات الأخرى، لكنه يقدم كرة قدم جميلة. نتائج تأتي لاحقا. طبعا فواز احنا أكيد بنكون دائما يعني نتكلم عن البلد نفسها وعن منتخبها من خلال طبعا الكثير من المعلومات اللي تتضمنها دائما هذه الرحلة اللي نقوم فيها من داخل المملكة العربية السعودية من هنا الرياض. بما أن احنا نتكلم طبعا عن اليمن وآثار اليمن وتراث اليمن، ناخذكم مشاهدينا لقلعة أو قصر الصيرة. هذه الهدف كان طبعا من بناء هذا القصر أو القلعة هو بناء عسكري. طبعا كل الدول دائما يكون فيها بناء عسكري للحفاظ على أمنها واستقرارها وإلى ما إلى ذلك. طبعا يعني اختلافات كثيرة في تسمية الصيرة، من ضمنها أن الصيرة يعني هو بالعربية هو السمك الصغير أو الشقوق أو الكهوف. طبعا ما نبغى نخوض كثير في المعلومات التراثية لأنه هذه المعلومات نتابعها في التقرير التالي. قلعة تدهشك وهي تجثم فوق قمة هذا الجبل.
على شكل حدوة الحصان والتي صارت رمزا لمدينة عدن. إنها قلعة صيرة، الحصن الحصين والدرع المتين لمدينة عدن ضد الغزاة على مر التاريخ. القلعة تطل على البحر من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما تتكفل السلسلة الجبلية بحماية مدينة عدن من الشمال والغرب، ليبقى ما كان يسمى بباب عدن المنفذ الوحيد للمدينة، وأضيف لها مدخل آخر شق لاحقا من جهة البحر. أغلب الروايات والكتب اللي كتبوا في التاريخ كان يعني أول ما يذكروا تاريخ يذكروا يعني قلعة صيرة، لكونها مثل ما حكينا هي حماية الميناء الأساسي والمدخل الوحيد كان لعدن. حتى إن في أثناء الغزو البرتغالي ذكرها القائد البرتغالي البوكرتي، وهناك قلعة لا تقهر، وصفت بأنها القوة الأساسية لحماية المدينة. هنا رست السفينة البريطانية داريا دولت وقبطانها الكابتن هينس حين احتلوا عدن عام 1839 ميلادية، واستمر الاحتلال لقرن وربع تقريبا، ومن قبلهم غزاة سابقون عادوا من حيث أتوا حين صمدت القلعة في وجوههم وتصدت لهم، أو انتهت حياتهم بين أمواج البحر منذ أن بنيت هذه القلعة قبل 1000 عام. لكن الإهمال الرسمي للقلعة اليوم يبدو واضحا للعيان، باستثناء جهود بسيطة فردية أو أهلية. من ناحية إنشائية القلعة يعني عندما تشوف سقف القلعة وسطحها وجدت فيها يعني عملوا فيها أعمدة للمدافع. هذه الأعمدة يعني تشير إلى قوة ومتانة القلعة أنها تتحمل اهتزازة المدافع. قلعة صيرة صارت اليوم مزارا للباحثين عن سيرة أمجاد تليدة وذكريات خالدة، خاصة بعد رصف هذا الطريق تذليلا للسالكين إليها، رغم أنه يمكن شق طريق للسيارات لتصل إلى قمتها، أو عمل عربات هوائية كهربائية تمر فوق المدينة العتيقة، ليطل الزائرون لهذه القلعة من هذه الفتحات التي صممت لقنص الأعداء والغزاة، ويقتنصون لحظة تاريخية لاقتفاء أثر قدماء اليمنيين الذين سلكوا لجج البحر وفجاج البر، على ذلك يعيد لليمن أرضا وإنسانا مكانته التي بلغت شهرتها آفاق الأرض. قلعة صيرة التاريخية فقدت وظيفتها الدفاعية بعد أن صار الغزو في عالم اليوم ثقافيا وفكريا، أو يأتي في قنينة حبر أو في قارورة عطر أو عبر الأثير وبوسائل أخرى حديثة وأدوات عديدة. توفيق عبد الوهاب، بي إن سبورتس، عدن. إذا قاعدين نتابع فعلا هذه اللقطات الجميلة، يعني مملكة حضرموت وتعرف باسم العربية السعيدة في كتابات اليونان الكلاسيكية، هكذا ما قرأت عن اليمن. زي ما قلنا في يعني على التقرير، احنا كنا بنتناقش على التقرير. عدن طبعا اليمن بشكل عام تاريخ عظيم، واليمن السعيد وممتد من الشمال إلى الجنوب، وإن كنا يعني كان الحديث عن القلعة في عدن. عدن تمتاز بكثير من التفاصيل الممزوجة بين العربية والإنجليزية بحكم الاحتلال وبحكم هذا. في مثلا ساعة بيج بن الشهيرة اللي في لندن موجودة في تفاصيلها في عدن، بس على شكل قديم من الحجر مبنية وكذا. أذكر احنا في عدن كنا ساكنين على بعد شارعين من مقابر الإنجليز، مقابر لها الطابع الإنجليزي. نعم. وكان السائق اللي معانا يشغل المسجل ويرفع الصوت أغاني. أيوه. فقلت له احنا عند المقابر كيف؟ قال لا ما عليك، مقابر إنجليز. فأيضا البساطة في الإنسان اليمني والعفوية في الإنسان اليمني، سواء كان مثقف لدرجة كبيرة أو عامي جدا، هي ذاتها العفوية البسيطة التي لا تجد فيها التكلف، لا تجد فيها يعني اختلاق حواجز بينك وبينه. الإنسان اليمني إنسان جميل، ورغم كل الأزمات والظروف والانكسارات والعثرات ما تغير فيه. ظل هذا الإنسان اليمني يصدر الحب، يصدر العشق،
يصدر الموسيقى، يصدر البساطة والإنسانية. يعني فواز، كون أنك أنت تكلمت عن الشعر والأمور يعني التي تلامس العواطف، تلامس المشاعر، يعني معروف أنه اليمن طبعا فيها تراث وحضارة، وفيها تراث وحضارة يتعلق أيضا بالفنون. ذكرت شيماء قبل قليل أنه يعني حتى لما نذكر بشكل عام، لما نتكلم عن اليمن، أبو بكر سالم حاليا، نعم. بلقيس ما شاء الله، أحمد فتحي، يعني كثير من نعم. الأسماء اللي طبعا تنشر من خلال أغانيها ومن خلال ألحانها، هذه الألحان الجميلة، هذا التراث الموسيقي الكبير، نعم. وما زالوا محافظين عليه. نعم، وأضافوا، احنا نتكلم أضافوا للنوتة العربية، للديوان العربي، بل ربما يكون تأسيس بالنسبة للثقافة بشكل عام، تأسيس يمني. وحتى النغمة اليمنية تجديها في المغرب، تجديها في المغرب العربي بشكل عام، تجديها في كثير من مواطن الموسيقى، مواطن الشعر، مواطن الثقافة. الحديث عن اليمن طبعا يمكن احنا نرتجل الحديث، لكنه هو حديث طويل جدا لا يمل، ولكن احنا ناخذ فيه الجوانب اللي هي الشبابية الثقافية البسيطة، اللي هي بتضيف لكأس الخليج الذي تحتضنه الرياض بهذا الحب وبهذه الحفاوة إضافة جديدة. نعم طبعا. يا مسافر عالبلاد بروحي وقلبي، سيب واتركني هنا لآلام حبي. يا مسافر عالبلاد بروحي وقلبي، سير واتركني هنا لآلام حبي. كل أحبابي هنا وأهلي وصحبي، كل أحبابي هنا وأهلي وصحبي، يذكروني فإنني على ذكرهم دوم. سافر بالمقصود، يذكروني فإنني على ذكرهم دوم. سافر بالمقصود. ومين ما يسمع طبعا لأبو بكر سالم وأغنية، طبعا أغانيه المشهورة الكثيرة، ومنها طبعا غزاني الشيب. إن شاء الله ما يغزي روسكم الشيب إلا إن شاء الله، وتكونون مريتوا بسنوات جميلة في هذه الحياة. نسيم روبيكا ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية، متواجد طبعا في الدوحة لينقل لنا نبض أيضا الدوحة واستعداداتها لهذه البطولة في هذه النسخة والتي تقام هنا في الرياض. نسيم تفضل. شكرا زميلتي ابتسام، تحية لكل السادة المشاهدين ولضيوفك الكرام في الاستوديو هنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة، التي هي أيضا تستعد للعرس الخليجي من خلال الجماهير القطرية التي تنتظر بفارغ الصبر هذا العرس الذي يعتبر لقاء الأحبة، لقاء الأشقاء، وله طعم خاص جدا هنا في قطر. الجماهير القطرية بعضها ستنتقل إلى الرياض غدا وبعد غد، أغلب الجماهير ستنتقل عبر البر لقرب المسافة 600 كيلومتر تقريبا بين الرياض والدوحة، وبعض الجماهير طبعا ستشاهد هنا في الدوحة لارتباطات العمل، وسواء في الأماكن المخصصة لمشاهدة المباريات هنا في سوق واقف وأيضا في قطارة وبعض الأماكن العامة المختلفة، أو في البيوت والمجالس. لكن الجدير بالذكر هو التفاؤل الكبير عند القطريين بالمنتخب القطري الشاب الجديد تحت قيادة جمال بالماضي. كلهم متفائلون بالنظر إلى النتائج الإيجابية في المباريات الودية التي خاضها المنتخب القطري، ودخل التاريخ من خلالها بعد فوز على أستراليا لأول مرة، وأيضا من خلال الأداء المميز أيضا الذي أداه اللاعبين. والتغيير أيضا يمكن التخوف البسيط هو عدم مشاركة خلفان، إبراهيم خلفان، لأنه يعتبر عمود من أعمدة الفريق المنتخب القطري. ولكن بشكل عام القطريون متفائلون جدا وينتظرون المنتخب القطري أن يذهب بعيدا في هذه البطولة. زميلتي ابتسام. نسيم روبيكا، شكرا لنقل هذه الصورة من الدوحة القطرية. من الدوحة ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى الإمارات. أيضا في الإمارات هيثم بن حسين ينقل لنا الصورة وتحضيرات وتجهيزات طبعا الجماهير الإماراتية. إليك الكلمة هيثم. تحياتي لك ولكل الضيوف في الاستوديو من هنا من دبي. دانت الدنيا
طبعا الحدث سيكون هناك في الرياض في المملكة العربية السعودية، ولكن ردة الفعل إن شاء الله ستسمع من هنا من دبي ومن مختلف المدن الخليجية. طبعا تحضيرات تعيد بنا الذاكرة لسنة 2007 عندما فاز المنتخب الأبيض منتخب الإمارات بكأس الخليج. يعني استعدادات متسارعة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل متابعة الحدث الأبرز كرويا في منطقة الخليج على مستوى الإعلام، على مستوى المراكز التجارية، على مستوى المطاعم، على مستوى المقاهي. هناك طبعا كذلك توافد لبعض المواطنين الخليجيين أيضا الذين اختاروا أن يتابعوا كأس الخليج من هنا من دبي. إذا كان البعض اختار دبي ليتابع منها هذه البطولة، هناك أيضا من اختار أن يأتي إلى الرياض لمتابعة هذه البطولة، وإن كان ربما ليس رياضيا متخصصا ولكن أراد أن يحضر هذه البطولة. هيثم بن حسين من دبي تحديدا، شكرا جزيلا لك. يعني ما شاء الله مراسلينا مثل ما قلنا في بداية الحلقة ابتسام منتشرين في كل مكان صحيح. من قناة بين سبورت حتى فعلا ينقلوا لنا أهم الأحداث والأجواء الرياضية والصورة مباشرة بالضبط. وهذا اللي أنا قلته في بداية الحلقة، قلت إنه بين سبورت تمنح كأس الخليج إضافة جديدة، وتمنح كأس الخليج بطواقمها وبتقديمها هذا العمل مدرسة إعلامية جديدة لتأخذ هذه البطولة ولتأخذ هذه الاستضافة بشكل أجمل وبشكل أهم. بين سبورت تأتي من محافل عالمية شهيرة والآن تمر على كأس الخليج. هذه أيضا إضافة نستفيد منها إحنا كإعلاميين حتى في السعودية. كثير من أبناء الإعلام الآن يمارسون، طبعا الإعلام يتخيل البعض بأنه العمل التلفزيوني عمل الشاشة، لكن خلف الشاشة كثير من الكوادر السعودية اللي بتعمل في البين سبورت وبتقدم عمل وبتتشارك مع الخبرات الموجودة في البين سبورت. حقيقة تمازج أو تزاوج اللي حاصل بين البين سبورت وكأس الخليج وفي الرياض بالذات يعطينا صورة أجمل وصورة أكبر. طبعا أنا كلامي شهادتي مجروحة لأني واحد من أبناء هذه القناة. وإحنا كذا نوجه تحية إذا لكل الفريق العاملين يعني في طبعا هذه القناة، وقاعدين يتموا بشكل كبير هذا الإنجاز الطيب اللي إن شاء الله يطلع بالصورة الحلوة. نرجع لليمن مرة أخرى. أستاذ فواز، يعني ما الذي يعوق المنتخب اليمني للحصول على البطولة؟ هل بسبب أنه انضم لدول مجلس التعاون أو الخليجي مؤخرا مثلا؟ هذه جزئية، ولكن أيضا كرة القدم انتقلت من الهواية، ولو كنا في زمن الهواية الأولى كان المنتخب اليمني يكون منافس. انتقلت من الهواية إلى مسألة الصناعة، وباتت كثير من المنتخبات الخليجية السعودية، الكويت، قطر، عفوا السعودية، الأمارات، قطر تحديدا، سبقوا كافة الدول الخليجية في الصناعة. طبعا الانتقال للاحتراف واحتراف المسابقات في الداخل واحتراف اللاعبين، هذا يعني صناعة كروية. هذا ما حدث. اليمن تحتاج إلى الوقت، وأيضا تحتاج إلى الدخول في صناعة الكرة. طبعا الكرة نفسها. نعم. ولو رجعنا للتاريخ كان منتخب العماني يعيش نفس وضع منتخب اليمن على تاريخنا نحن كرويا، لكن بسرعة الصاروخ يعني وبعيد عن هذه الأسباب اللي تنقل المنتخب للأمام، كان في جيل عماني استطاع أن يحقق اللقب واستطاع أن يفوز على كثير من المنتخبات العريقة. يعني احنا كنا نتذكر كأس الخليج السعودية والكويت لما تتكلم عن كأس الخليج. الآن كأس الخليج لا تتكلم عن السعودية قطر، السعودية الأمارات وقطر، تتكلم عن أكثر من ديربي وأكثر من مباراة قوية، وأصبحت يعني المنافسة. هذا يعني المشاركات المتوالية الأخيرة للمنتخب اليمني قد تصنع جيل كروي في اليمن قادر على أن يحقق أو ينافس. نعم. إذا مشاهدينا احنا مستمرين في هذا الحديث الطيب والشيق مع أستاذ فواز. الآن سوف نتابع سويا فيلم تسجيلي عن اليمن وبالتحديد عن المنتخب اليمني. نتابع.
وحينما نود الحديث عن العرب وبداياتهم سننطلق إلى اليمن. والتاريخ الكبير الذي يرسمه الطراز المعماري اليمني القديم في أزقة صنعاء وفي بناء تعز وإب وعدن وغيرها من بلدان اليمن السعيد. بلاد تاريخها لا يلغيه من كان في عقله مثقال ذرة من حكمة، والإيمان يمان والحكمة يمانية. بدأ المنتخب اليمني في مشاركاته الخليجية في النسخة السادسة عشرة والتي أقيمت في الكويت، ودخول المنتخب اليمني في هذه البطولة أعطى رونقا ومتابعة جماهيرية من قبل الشعب اليمني الكبير الذي طالما حلم بأن يقارع منتخب بلاده منتخبات الخليج. هذه المشاركة أصبحت نقلة نوعية للمنتخب اليمني. في رأيي المستفيد في هذا الموضوع كلا الطرفين. من ناحية دورة الخليج مستفيدين في انضمام منتخب جديد حتى تكون الدورة تكون دورة المجموعات تنقسم إلى مجموعتين، كل المجموعات تضم 4 منتخبات، وانضمام الجماهير اليمنية إلى الجماهير الخليجية، حيث المنطقة تشغل جاليات يمنية كثيرة. علاقتي ببطولات كأس الخليج منذ الصغر، يعني كنت مغرما ببطولة كأس الخليج، كنت أحد المشاهدين يعني لهذه البطولة تقريبا، ومتتبع للدوريات الخليجية وبالذات الدوري السعودي. ولكن كان حلمي يعني بعد انضمام اليمن لبطولات كأس الخليج، كان حلمي أشارك في كأس الخليج، وتحقق ذلك بعد استدعائي من قبل المدرب ميلان، والحمد لله الحلم راودني وشاركت في أول بطولة مع المنتخب اليمني في بطولات كأس الخليج. أول متابعة لبطولة الخليج كانت في بطولة خليجي 16، وذلك لأنها كانت الأول مشاركة للمنتخب اليمني، كنت كواحد من الجمهور أو المواطنين اليمنيين لمتابعة منتخبهم، فكانت أول متابعة لي كانت خليجي 16. أكيد يعني أنت كنت متابع في خليجي 16 وخليجي 17، كنت واحد من المتابعين ونتمنى الوصول يعني اللاعب أنك تمثل وطنك ولاعب تلعب بشعار المنتخب الوطني، والحمد لله هذه كانت أمنية وتحققت والحمد لله، وشاركت في خليج 18. I know the Gulf Cup is a very famous tournament, one of the biggest tournament in the world. After maybe the World Championship and Euro Championship, is Gulf Cup very famous in the Gulf area, and I think every teams very well concentrate on the Gulf Cup, because the result of the Gulf Cup is very strong and very good. But also we are not favorite, really. We are not favorite because every other team have a better league and are stronger. But we want do something. We want good, like good team with a good potential. And also, as I told you before, we want do something fair for our spectators. Because if somebody look our matches, must be happy. I am from Yemen. I am happy because this is my team. كرويا ليس المنتخب اليمني من المنتخبات ذات العلاقة والعراقة والقوة في المنافسات، لما تفتقده اليمن من تنمية رياضية ومن اهتمام يضاهي اهتمام باقي دول الخليج، لكن اليمنيون يسددون ويقاربون. المعاناة ولد الإبداع، فإحنا لأول مرة المنتخب يعاني معاناة لا تسر العدو وهو الصديق بشكل عام،
فهي نمر بظروف غير عادية وغير متوقعين لها، ولكن فوق هذا احنا بعيدين عن هذا، واحنا هدفنا المشاركة وماذا سنقدم في البطولة، فهذا كل هدفنا. ولكن كاستعداد ليس أفضل من السابقات بصريح العبارة، لأن في السابق كانت ظروفنا أفضل وحاليا تصعب علينا، والكل يعلم بهذا ولا نخفي على أحد. ولكن بالأول والأخير احنا هدفنا شيء، مخططين على شيء نحن نمشي عليه، ونطرحنا الأمور الأخرى على جنب، وبالأول والأخير هدفنا معروف وإن شاء الله نوصل له. الكرة اليمنية تحتاج إلى عدة عوامل لتطويرها. أولا الجانب المادي، على المسؤولين والتجار الالتمام إلى الجانب الرياضي في تطوير الجانب المادي. ثانيا الجوانب تطوير البنية التحتية من ملاعب وغيرها. ثالثا تنظيم البطولات وتنظيم إقامة المباريات، مثل إقامة المباريات في وقت متأخر من الليل في المناطق ذات الرطوبة العالية مثل الحديدة وعدن وحضرموت، ووسيلة المواصلات والجانب الغذائي للاعب، وإنشاء دوري قوي لكي يكون لدينا منتخب قوي يشرفنا في البطولات. طموح اليمن السعيد أن يظهر على الأقل في مستوى مميز، ويبحث منذ أن شارك في بطولة كأس الخليج عن أول انتصار له وأول 3 نقاط تأتي من انتصار في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج. I don't want to sing the back to the history. I don't want to see the history. I want to see a little bit now. What is the now, today and tomorrow? It's better. If you look to the history, it's not bad because we lose a lot of matches. We must look straight. This is a maybe new age. This is a new chance for everybody, and we want to do something. إن شاء الله نحاول تغيير وجهة نظر الجماهير اليمنية والإعلاميين الرياضيين في المنطقة في دول الخليج وغيرها من المنتخب الذي يملك النقطة، وأن نحاول أن نتجاوز الدور الأول بإذن الله، ولا نبالغ في قولنا الحصول على بطولة الخليج، وإنما نحاول أن نعكس نظرة جديدة عن المنتخب الوطني بتجاوز الدور الأول إن شاء الله. هناك منتخبات قوية في بطولة كأس الخليج، لكن نحن نطمح إلى أن نتجاوز النقطة، وإن شاء الله يعني نأمل كلاعبين وجهاز فني معاون أن نظهر بمستوى يليق بنا كلاعبين ونمثل اليمن خير تمثيل في البطولة القادمة. اللي يعرفوا على المنافسين في المجموعة هم منتخبات معروفة، منتخبات قوية. المنتخب السعودي شارك في كأس العالم أكثر من مرة، المنتخب البحريني وصل للملحق في كأس العالم، فهذا تعود لتطوير المنتخبات أنفسها. فمعنا منتخب قطر يعني عنده بنية تحتية غير عادية ومستضيف كأس العالم 2022، فكلها منتخبات لها تاريخ ولها صولات وجولات في الكرة الآسيوية بشكل عام، واحنا في مجموعتهم، وان شاء الله ان احنا نقدم ونستطيع ان نقارع المنتخبات هذا. فهو بالاول بالاخير هي كرة قدم، يعني فيها فوز وفيها خسارة، واحنا ان شاء الله كما يقال في العالم بشكل عام هناك في مباريات تكون فيها المنتخب في جاهزيته العالية ويكون في منتخب في غير يومه، فاحنا نتمنى ان نكون في جاهزيتنا ونتمنى ان المنتخب تكون في غير يومه في مواجهتنا.
ولا ينسى أحد البطولة الخليجية التي أقيمت في اليمن، فكان كأس الخليج هناك من أجمل وأمتع البطولات التي أقيمت في تاريخ البطولة، فكان الجميع يبتهج في تلك البلاد الرائعة، والحضور الجماهيري كان حديث الخليج في ذلك الأوان. اليمن استفاد الكثير في بطولات كأس الخليج لأنها تعني الكثير. بطولة كأس الخليج بالنسبة للخليجيين، تعرف نحن نظمنا خليجي 20، كانت من أقوى البطولات جماهيريا على مستوى بطولات كأس الخليج. وبطولة كأس الخليج بالنسبة للخليجيين يعني تقريبا تنافس وتمثل كأس عالم مسقرة، والحمد لله يعني الجمهور اليمني جمهور شغوف ويحب كرة القدم، وزي ما شفت خليجي 20 كان من أروع البطولات في على مر كأس الخليج. الاستفادة هي كانت لا يعني الاستفادة كانت باينة بشكل عام، ولكن كان الضرر فينا، في الخلل فينا احنا كبلد وليس كلاعبين فقط، كبلد بشكل عام. البطولة استفدنا فيها الاحتكاك، استفدنا فيها الأجواء اللي تعيش فيها الخليج، وحتى الشعب اليمني استفاد منها في خليج 20 لما عاش الأجواء الخليجية والإعلام الخليجي لترويج البطولة، فكانت تعتبر بالنسبة لنا شيء خيالي وتحقق لنا. Moving goal, we must. اليمن وكرة القدم بينهما طريق طويل للوصول إلى الرقي الكروي في الأداء وفي العطاء، لكن إن نظرنا إلى المواهب اليمنية على المستوى الفردي ففي بطولات الخليج برز علي النونو اللاعب اليمني ليبين للجميع أن اليمن بها مواهب كروية تحتاج إلى صقل لتنمية هذه الموهبة. احنا عندنا في البلد والحمد لله الموهبة موجودة في الفطرة. الدول الأخرى تعاني من هذا الشيء، ولكن احنا لا نستطيع أن نواصل الاهتمام بهذه المواهب، ولكن هذه هي تعود كلها للظروف التي تعيش فيها اليمن بشكل عام وليس كرياضيين فقط. في رأيي أن هناك لاعبين في الدوري اليمني أعتقد أنه من الضروري تواجدهم في المنتخب بسبب مستواهم المرتفع، وإن شاء الله أن الجانب الفني أن يكون له يعني الحرية الكاملة في اختيار اللاعبين. I think our player Don Chuvicat because as I told you we have a lot of young player, and this player I think won't have some they won't do some result because for most of the player it's first chance go to the international level, and I hope every my player won't do the success. If somebody want Chuvicat, he can stay at home. I don't like it because I don't like the smoking, I don't like the drug, I don't like the Chuvicat. Why? We are sport, we are sportsmen. We don't like the sport, we want to play, we are happy if we can play the soccer. Why the Chuvicat? اللاعب اليمني موهوب بالفطرة ولديه إمكانيات فردية عالية، ففي الفئات السنية استطاع ناشئو اليمن التأهل إلى بطولة كأس العالم عام 2003 وقدم فيها أداء رائعا وشرف العرب فيها، وقد شارك 3 مرات في نهائيات كأس آسيا لفئة الناشئين. أما منتخب شباب اليمن فوصل للنهائيات الآسيوية مرتين. الكرة اليمنية ينقصها شيء كبير غير كرة القدم. عندنا جانب اللي هو البيئة، بيئة البلد نفسها فيها أشياء كثيرة، يعني كرة القدم ليست هي الشيء الأول في البلد، فمعظم الناس يتجهون إلى أشياء أخرى أمثال القبائل،
يعني وأشياء غير رياضية بشكل عام، الألقات موجود في اليمن. فعندنا هذه الأشياء لم تساعد في تطوير كرة القدم، وليس الخلل من قيادة الكرة نفسها. فقيادة الكرة هي منظومة تمشي على أسس ومبادئ، لكن احنا اللي نفقده لا توجد الأسس والمبادئ في الشعب نفسه، أن كرة القدم هي تعتبر الشيء الأول، ولكن كرة القدم هي الأول في الشارع الرياضي في اليمن، في المدارس. هذه الأشياء تتواجد عندنا وعندنا الموهبة، لكن هذا الخلل لا يوجد العشق الكبير لكرة القدم من الشعب وتطوير الرياضة في البلد نفسها. القات يؤثر تأثيرا سلبيا على اللاعب، يعني وهي أكبر مشكلة في اليمن. القات يعاني منها المدربين، حيث أن اللاعب بعد التمرين يقوم بمضغ القات، وهو مما يؤدي إلى عدم استشفائه بعد التمرين. فالجسم بحاجة إلى استشفاء كامل وراحة كاملة وغذاء مناسب بعد التمرين. المشاركة في كأس الخليج القادمة بالنسبة للمنتخب اليمني ليست لمجرد المشاركة فقط، بل يسعى هذا المنتخب لأن يزيل الصورة الذهنية التي رسمتها المشاركات السابقة، على الرغم من كل الظروف الحالية لليمن وللمنتخب. إن شاء الله أن نحاول تغيير وجهة نظر الجماهير اليمنية والإعلاميين الرياضيين في المنطقة في دول الخليج وغيرها من المنتخب الذي يملك النقطة، وأن نحاول أن نتجاوز الدور الأول بإذن الله، ولا نبالغ في قولنا الحصول على بطولة الخليج، وإنما نحاول أن نعكس نظرة جديدة عن المنتخب الوطني بتجاوز الدور الأول إن شاء الله. هناك منتخبات قوية في بطولة كأس الخليج، لكن نحن نطمح إلى أن نتجاوز النقطة، وإن شاء الله يعني نأمل كلاعبين وجهاز فني معاون أن نظهر بمستوى يليق بنا كلاعبين، ونمثل اليمن خير تمثيل في البطولة القادمة. والله تقريبا اللي علق في ذهني هي تقريبا سماع النشيد الوطني في أول مباراة تقريبا ضد المنتخب العماني. هو كان حلم أي لاعب يعني يشارك في أول بطولة، وكذلك تحقق لي في أول بطولة. تقريبا هذه أول مباراة لن تنسى تقريبا مع المنتخب اليمني في بطولات كأس الخليج. كلاعب يمثل المنتخب الوطني يعني أعتقد أنه يعني لها الكثير، وفي وجهة نظري أن أصعب لحظة في تمثيل المنتخب الوطني هي لحظة ترديد النشيد الوطني، وذلك لما يحمل من مشاعر تجاه الوطن وتجاه الجماهير والعالم الرياضي في الوطن. مسافر عالبلاد بروحي وقلبي، سيب واتركني ونار آلام حبي. يا مسافر عالبلاد بروحي وقلبي، سير واتركني هنا بآلام حبي. كل أحبابي هنا وأهلي وصحبي، كل أحبابي هنا وأهلي وصحبي، يذكروني فإنني على ذكرهم دوم. سافر سافر بمقصود، يذكروني فأنني على ذكرهم دوحي. سافر سافر بمقصود، سافر سافر بمقصود.
نرحب بكم مشاهدينا الأحباء أينما كنتم تتابعون قناة بين سبورتس. أهلا وسهلا بكم. هنا الرياض، نحن متواجدين في قلب الحدث، نتابع معكم أهم التفاصيل التي تدور حولنا طبعا لبطولة خليجي 22. لدينا مجموعة من التقارير، لدينا مجموعة من الفقرات، ولدينا مجموعة كبيرة من المراسلين طبعا اللي راح يغطوا لنا مجموعة كبيرة من أهم الاستعدادات، شعور كل شعب ومنتخبه وتشجيعه لمنتخبه. وأكيد عندنا ضيوف منورين مثل الأستاذ فواز، حياك الله مرة أخرى. شكرا. فواز، قبل ما نطلع بالمادة الفيلمية قبل قليل كان الكلام يدور عن اليمن. عشان نقفل موضوع اليمن، يعني اليمن نظمت البطولة في عام 2010، هي ما فازت بالبطولة ولا مرة، كانت هي يعني الفائزة، لكنها كما قالت شيماء قبل قليل انضمت مؤخرا، تقريبا مؤخرا، هذه 2003 انضمت للبطولة. نعم، واحنا نتكلم عن اليمن. حتى تنظيم البطولة كان في اليمن ورغم الظروف والمخاوف والإنشاءات، لكن كان تنظيم ناجح، حضور جماهيري وأيضا يعني كرة قدم جميلة في الملعب، وكانت يعني جزء مهم. احنا نتكلم قبل شوي عن اليمن على أنه كأس الخليج تمثل يعني تراثنا كخليجيين، وفي هذه البطولة أيضا هي كأس الخليج أصبحت جزء من التراث. صحيح، موروث رياضي، موروث رياضي. ودائما احنا نتحدث على انه هل البطوله تقدم للمنتخبات شيء فني، هل البطوله كذا، لكن هي اصبحت ويفترض ايضا على صناع القرار وعلى ابناء الجيل الحفاظ على تراثهم. يعني الشغله الجميله في اليمن استاذ فواز وابتسام، لديهم قريحه الكتابه والشعر، يعني صحيح. اصحاب كلمه جميله. أنا بسمع قصيدة. والله أنا ماني يعني أنا أحفظ الشعر، بس ماني كاتب، ماني شاعر يعني زي ابتسام ولا هذا. وأيضا الشعر اليمني موجود في الأغاني، في حياتنا البسيطة. اليمن مؤثرة حتى في حياتنا البسيطة. نعم. نفس الرقصة ونفس اللحن ونفس وكلمة رنانة تدخل في يعني قلوبنا بأسرع ما يمكن، وبسيطة وجميلة. وأيضا في شوارع اليمن. نعم. في الناس العاديين تلقى الواحد اللي معاه العود ويغني، اللي معاه كذا، وهم بسطاء جدا بنفس حياتهم اليومية. هذا التراث اليمني والثقافة اليمنية واندماجها في كأس الخليج ووصولها الآن إلى الرياض، إلى هذه البطولة، يقودنا إلى أمنيات ارتقاء المستوى الفني للمنتخب اليمني وتحقيق نتائج جيدة، وهذا ما نتمناه بالنسبة حتى للشارع اليمني، يتمنى هذا الحضور. ولكن مجمل القول بأنه اليمن هي إضافة جميلة لهذه البطولة وهذه الخليجي. نعم، وهي يعني تعتبر بمثابة في العقد، تعتبر بمثابة القلادة أو ما يسمى نظير طيب تاريخ. فواز، أنت خذيتنا على الفنيات شوي ورديتنا للتراث، يعني ما زلنا إحنا وأنا مصرة مثل ما قالت شيماء نبي نسمع شيء. أنت قلت أنا ما أكتب، بس أنا أقول أسمعكم، يلا سمعنا. والله وبعدين احنا كان عندنا وقت طويل، ما كان أحد قال لي مثلا جيب، لكن مثلا شاعر اليمن عبد الله البردوني شاعر شهير وعظيم، وكانت له قصائد عظيمة. أنا ما أحفظ كثير، أو حتى لو مو عن اليمن نبي نسمع شعر، أو هو قصيدة أيضا بعض قصائده فيها نوع من القسوة وكذا. ما لي أقول عن صنعاء يا أبتي مليحة، خليني أعدلها شوية، يسكن قلبها الفن والطرب. هذه من القصائد الجميلة للشاعر اليمني. بس أنا كقصيدة أقدر أجيبها، يمكن أحاول أقول قصيدة، لكن أجمل قصيدة اللي احنا ممكن نقولها من خلال برنامجنا الآن هنا الرياض. هنا الرياض ليس هنا بالموقع وكذا، هنا الرياض الإشارة إلى القلب، وهنا الرياض. بالتالي الرياض تمثل هذا النبض وهذا الحب وهذا الصورة يمكن سوريالية المنظر، أو أنها تمثل كيف تمازج الحياة الخليجية تظهر الآن في هذا الرياض. هذه النسمة
يعني من حسن حظنا من بداية الإعداد لكأس الخليج هبت نسمة الرياض الباردة الجميلة. ويمكن يحضرني دائما أردد الأمير البدر بن عبد المحسن والله الجفا برد وقل الوفا برد والموعد المهجور ما ينبت الورد. هذه أيضا من هذا، ولكن إن شاء الله إحنا في بطولة الوفا وبطولة إن شاء الله الحب وبطولة اللي تجمع تقدم وجه جديد للجيل الخليجي الشاب. الجيل الخليجي الشاب يفترض أن يحافظ على ثقافته الخليجية، أن يتماسك أكثر في ظل الظروف المحيطة بالخليج. طبعا إحنا يعني لازم نكون يعني أقوياء أكثر في هذا الجانب. طبعا فواز، يعني فواز هذا الإرث التاريخي، مقطع سالفتك له بالخير، طبعا هذا الإرث التاريخي، هذا الإرث الرياضي، طبعا هذه البطولة هي بطولة محبة وبطولة وفاء تجمع جميع الأشقاء من دول الخليج لحضور مثل هذه المناسبة التي تنتظر كل سنتين، بغض النظر عن الفايز الوصيف صحيح. مين أخذ الكاس مين ما أخذ، احنا كلنا أخوان وأشقاء، وهذا دورنا طبعا بإل سبورتس إن احنا نغطي كل جوانب هذه البطولة من الرياضة الجميلة التي ازدانت بتواجد هذه الوجوه الطيبة. الدوحة في لها نصيب، بنروح للدوحة زميلنا الأخضر. شكرا لهذه التقديمة الجميلة. طبعا ذكرياتك في الرياضة أكيد يعني لا يمكن أن تنسى. قلت أنك يعني أن احنا شوقناك للرياض، الرياض أيضا مشتاقة لجميع هذه الوجوه التي ستحضر. فواز الشريف رئيس تحرير جريدة الرياضة السعودية، شكرا جزيلا لك. وطبعا احنا نشكرك في هذا الجزء، لكن انت ان شاء الله مكمل معنا البطولة ومكمل معنا التغطية. لي الفخر وسعيد جدا، وهذه مهمة بالنسبة لنا، ليس فيها تفاخر، هذا عمل بالنسبة لنا نقدمه لخليجنا الواحد، لأبناء الخليج، وهذا دور بين سبورتس يعني في تقديم مثل هذا العمل الإعلامي. أنا الآن أتحدث عن مدرسة إعلامية قائمة. شكرا شيماء، شكرا ابتسام على هذا. الله يخليك. احنا اكيد نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، ومتابعه جميله خلال الايام القادمه مع المباريات الجميله. واكيد سوف ننتقل الان من استديوهاتنا بالرياض الى الدوحه وبرنامج التقديمي للمنتخب اليمني مع الزميل الأخضر بريش.